السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتأخرت يا متولي الجو، ده أنا قلت هتتغدى مع إبراهيم في الغيط. وانا راجع قابلت اسلام وقفت معاه شويه. إسلام ابن بدرية؟ هي بدرية رجعت البلد تاني؟ ابنها عايش لوحده في العشه بتاعت سته، وهي قاعده في مصر. وهي قاعدة بتعمل إيه في مصر؟ ابنها بيقول ربنا فتح عليها وعامله دار للايتام في مصر ومدرسه لتحفيظ القران، وعايزه تقعد هناك جنب اهل البيت. وده إيه اللي غير حالها؟ ده ياما عملت هي وأبو دومة، الله يرحمه بقى. امين قبل ما يسافر كان بيقول لي ان بدريه دي فيها خير، بس محتاجه للي يدلها عليه. ربنا يهدي. بس اسلام غيرها، الواد ده طول عمره ماشي عدل ومش عاجبه حال امه. عارفه يا شريفه، انا هديله نص فدان زرعه غله يعيش منها مادام هيقعد معانا هنا في البلد. وهو محتاج فلاحة، دمه لما الفلوس قد كده. عايز يكسب رزقه بعرق جبينه. انت عارفه، انا هديله النص فدان ومش هاخد منه الايجار الا لما يبيع الزرعه. ده انت ما بتعملهاش مع حد. الواد ده انا بعزه عشان خاطر الشيخ امين. كان دايما يقول لي الواد ده انا بقدره عشان بيفكرني بسام ابني. ده بعت له من السعوديه دونا عن البلد كلها سبحه وسجاده صلاه. وبعت لاني طرحتين، شنطة قد كده اللي نبني منها طرحتين. ايوه، لو ما كانش بعت كنا قلنا ما بعتش، ولما يبعت نقول طرحتين. هو اني قلت حاجة؟ طب يا ريت اخوه ابراهيم زي. ايوه، جينا بقى لابراهيم. عمل ايه راخر؟ جرى هي متولي، هو انت مش طايق حد يجيب سيرة ولادك؟ ما انت مش عاجبك الطرحتين. اني كنت عشمانة في امين، انا عارفة ان هو بيعزني، بس هو معذور. لو كان بخاطره كان بعت لي حاجة تستاهل، انما امه بقى، امه هي اللي حشته. انما مين اللي كان عندك هنا النهارده؟ دي دي دي, دي فكرية. فكريه مين؟ فكرية اخت صلاح، جوزي الاولاني. إيه اللي جابها هنا؟ إيه اللي عاد بينك وبينها؟ يوم ما تبقاش كده، صلاح ما اتقتل وراح لحاله، هو اللي راح بيرجع تاني. اجيب لك الغدا؟ عامله لك برام رز معمر، انما ايه، كان صلاح الله يرحمه يقول لي محدش بيعمل المعمر زيك في البلد كلها. طب يا اختي خد البرام واطلعي بيه على الجرافه، فرجيه رحمه على روح المرحوم. يوم مالك غير قوي كده، هو انا عندي اغلى منك انت؟ انا عايز اعرف الست اخت صلاح دي بتيجي تزورك ليه؟ باجي على العيش والملح، اني كمان اديت لها طرحه من اللي بعتهم لي امين. ما اديتهاش كمان حاجه رجالي تفرجها على اخواتها؟ ان شاء الله ما يرجع امين بالسلامه اديها حاجه تستاهل. انا عايز اعرف الست دي ايه اللي جابها، ايه اللي باجي بينك وبينهم؟ جايه تقول لي رضوان اخوها هياخد الطار من عيله الشافعي اليومين دول. احنا من ان شاء الله يخلصوا على عيله الشافعي كلها، اللي بيشيل جربه مخرومه بتخر على دماغه. ماني خايفه تخر على دماغنا احنا كمان. رضوان كم مره يترصد لفتحي الشافعي يلاقي ابنك ابراهيم ماشي معاه. فكريه جايه تقول لي خلي ابراهيم يكسر عنه احسن هيتاذي جنبه. ابني حر يعمل اللي هو عايزه، محدش يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. فتحي الشافعي بيتحمى فيه، ما بيروحش اليومين دول ويجي غير معاه. فكريه خايفه يجوا يضربوا فتحي العيار يطول ابراهيم، ادي الحكايه. ابني لو ضفره اتخدش ما يكفينيش فيه عيلة مسعود بحالها. ده ابن متولي الشعراوي، ولا احنا هفية في البلد ولا ايه؟ يا متولي، يا متولي، الباب اللي يجيلنا منه الريح نسده ونستريح. ابني ما ياخدش اوامر من اخوات صلاح، ابن حر يعمل اللي هو عايزه، واعلى مفخلهم اركبوه.
ابراهيم، قتلوك يا ابراهيم. ابراهيم، ابراهيم، ابراهيم. خير يما. يا رب جيب العواقب سليم. خير خير، ما تتخضيش. فداكي فداكي يما، فداكي يما. سيبيها سيبيها ولا اللهم يهمك. اجعله خير. خير ان شاء الله. اللهم اجعله خير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحزنوا لكسر إنائكم فإن لها أعمارا مثل أعماركم. عليه الصلاة والسلام. مالك يما؟ مش عارفة يا ضناي، مش عارفة قلبي مقبوض ليه. خير إن شاء الله. على العموم أنا خلاص حجزت التذاكر، كلها يومين بإذن الله وهنبقى في مصر إن شاء الله. اهدي، ده أنا فاهم إن عامل لك مفاجأة تفرحك. ربنا يفاجئنا بالخير. العيال مش وحشينك ولا إيه؟ أم سامي مش عايزة تشوفيها؟ داني هتجنن عليهم. مش باين. بس ربنا يلطف في اللي مقدره. إيه الحكاية؟ جاتلك أخبار من مصر؟ هتجيلي منين يا أمين؟ أمال في إيه بس؟ مش عارفة، بس أم الله يرحمها كانت دايما تقول: اللي ما تصبحه وما تمسيه ما تعرف إيه اللي جرى فيه. لا بقى، أنا لازم أفهم الكلام ده مناسبته إيه. قادر ربنا يلطف بينا ونلاقي أبوك وأخواتك وولادك كويسين. ابراهيم ابني. العوض على الله. قلت لك يا متولي، قلت لك خليه يبعد عن ولاد شافعي او راح في الرجلين. ابني ما يروحش في الرجلين يا شريفة، ابني هياخد قدامه 10 من عيلة مسعود. ما يعني كانوا قاصدينه العيال بدل ما يسيب ابن شافعي ساب ابراهيم. بتدافع عنهم يا شريفة، دول شايفينهم مع بعض الكتف جنب الكتف وعارفين ان العيار جاي يسيب ابراهيم، وبرضه ما همهمش. المباحث جابت رضوان واربعه من عيله مسعود، والنيابه بتحقق في دار العمده. الكلام ده ما يخصنيش، يعملوا اللي يعملوه. المباحث طلبك هناك. طبعني انا ما اعرفش حاجه، ما اتهمش حد. روح قول لهم ما لقيتوش. ازاي بس يا شيخ متولي؟ روح قول لهم زي ما بقول لك كده، انا مش ناقصك، اتكل على الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينك يا شيخ محمد؟ بعتنا لك مرتين ما لقيناك. وصلت مشوار كده لحد القصيم. ايه القصيم؟ ايش كنت تسوي في القصيم؟ اتفضل اتفضل. والله في شيخ هناك اسمه الشيخ إسحاق، كنت اتعرفت عليه في المدينة المنورة وحسيت ان انا محتاج اتعلم منه. ايه نعم، الشيخ اسحاق راجل زين، لكن المسألة ما تستاهل انك تسافر المشوار ده كله عشان تتعلم منه. الحقيقة يا سيدنا لما اتعرفت عليه استقليت اللي عندي وتمنيت لو يبقى شيخي. انت كمان يا شيخ محمد اللي عندك ما هو شوي. عموما أنا كنت عايزك في حاجتين. الحاجة الأولانية، أنت بتقوم بشرح المذهب الحنفي في المسجد الحرام، مظبوط؟ نعم، المشرف على الحرم كلفني بهذا. بقالك كم شهر؟ 6 أشهر تقريبا. آدي شيك ب 4500 ريال، 750 ريال عن كل شهر. بتوع إيه دول؟ كل واحد بيقوم بشرح مذهب في المسجد الحرام له مكافأة شهرية. أول مرة أعرف هذا الموضوع. فيه ناس مخصصة فلوس من أجل الموضوع هذا. اتفضل. لا، أنا مش هاخد حاجة، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
وإيش نسوي بهذه الفلوس؟ خصصوها لأي حاجة في الحرم. بارك الله فيك. الموضوع الثاني اللي أنا كنت عايزك فيه، أنت تعلم أن المسؤولين في المملكة بيتابعوا نشاطك في الدعوة وبدهم يستفيدوا بيك في الخارج. في الخارج فين يعني؟ أمريكا وأوروبا. أنت عارف يا شيخ محمد، الناس هناك ما تعرف شيء عن الإسلام أو يعلموا أشياء خاطئة، فإحنا عايزينك تروح لهم هناك ومعاك مترجم وتشرح لهم حقيقة الإسلام وتدعوهم له. قلت إيه؟ إذا كان الغرض من هذه المهمة دعوة الأجانب للدخول في دين الإسلام، يبقى الحقيقة المهمة ملهاش لازمة. كيف يعني؟ الناس دول يا سيدنا بيعيشوا في بيئة غربية تختلف تماما عننا، لهم سلوكيات مختلفة وأخلاقيات مختلفة وعادات مختلفة، ومفيش أي دعوة أيا كانت تخليهم يسيبوا دينهم ويدخلوا ديننا. يعني أنت شايف إن المهمة هذه ما لها لازمة وما لها فايدة؟ ربما يكون لها لازمة وليها فايدة في حالة تانية. فايدتها بالنسبة للمسلمين اللي بيعيشوا في الخارج تثبت إيمانهم وتخليهم يتمسكوا بدينهم وتعينهم ضد المفاسد والمغريات اللي عايشين في وسطها. وهذا برضه هو المقصود. ولما المسلمين في أوروبا وأمريكا يتمسكوا بأخلاقيات الإسلام وسلوكيات الإسلام هيتحولوا إلى دعوة عملية للأجانب اللي عايشين في وسطهم. زين، يعني أنت ما عندك مانع تقوم بالمهمة. الله المستعان. هي إمتى يا سيدنا؟ لسه ما تحددش ميعادها. الحقيقة أنا نازل مصر إن شاء الله. زين، سافر مصر في أمان الله، ولما يتحدد الميعاد هنتصل بيك. النيابة أفرجت عن رضوان، مفيش دليل عليه. ويجيبوا الدليل منين؟ إذا كان أبو القتيل عارف اللي قتله ومخبي عليهم. وأنا يعني شفته، أهو كلام سمعته منك. أنا مستعد أشهد. فكرية قالت لي هيقتلوا عيل من عيال شافعي وخلي إبراهيم يبعد عنهم. جرالك إيه يا شريف؟ أنت عايزة تدور على النيابات والمحاكم؟ والله عال. ماني خايفة أحسن تقول بتداري على أخوات جوزك الأولاني وعايزاهم يطلعوا من القضية. أنا بقى اللي عايزهم يطلعوا من القضية. رضوان ده لو اتحكم عليه ودخل السجن، إيدي حطوله إزاي بعد كده؟ تطوله؟ قصدك إيه متولي؟ عايز تضيع روحك عشان كلب زي ده؟ امال يعني عايزانا استنى لما يرجع امين ويعرف بحكايه اخوه وياخد طاره؟ ابقى خسرت الاتنين، ابراهيم اتقتل وامين في السجن. يعني انت يا متولي اللي هتستحمل السجن؟ لا انا ولا حد من ولادي، انا ليا ترتيب تاني. يا اخوانا الطار عمال يزيد لحد ما يخلص على البلد كلها. الحكايه دي لازم نخلص منها. واحنا كلنا معاك يا عمر. يا عمده يا عمده، الحكايه دي لازم يكون لها اخر. خلاص، ادي الثلاث عيلات موجودين هنا، عيله مسعود وعيله الشافعي وادي متولي الشعراوي. لازم الثلاث عيلات يفضوهم من اللي فات ونرجع الفتحه على الصلح. قلت ايه يا متولي؟ انا لا عايز اصطلح ولا عايز اخاصي، كل واحد يفضل لحاله. يا ايه يا متولي؟ اهو الكلام ده لا يودي ولا يجيب. ابن انقتل يا حضرة العمدة ومن غير سبب، اسيب دمه يروح هدر؟ احنا عشان خاطرك بس يا عمدة وعشان مقامك العالي في البلد هندفع الدية اللي يحكموا بيها. وانت عارف ان ابراهيم ما كانش هو المقصود. يعني ابراهيم ابن متولي ما كانش هو المقصود، اني بقى اللي كنت المقصود. ها يا اخوانا يا اخوانا، احنا بنلم الموضوع ولا بنكبره؟ يا عمدة انت تحكم على الكل. قول انت عايز ايه والباقي نفذ. هم قتلونا 7،
خدنا بطار 5 منهم وباقينا 2 عند ولاد الشافعي. يا اخوانا احنا مش عايزين ندور على اللي فات، احنا عايزين نبتدي من الاخر. قلت ايه يا متولي؟ يا متولي يا متولي، طول عمرك سيد العقلين والصلح خير يا اخويا. هي عيلة مسعود خلت فينا عجل، دول كانوا عارفين ان ابراهيم ابن اللي هيتصاب وبرضه ما همهمش. يا متولي ما يصحش كده، ده تالت مجلس بنعمله من غير نتيجة. انا مش هتفق على حاجة قبل ما تشاور مع ابن امين. ايوه لازم اتشاور مع ابن امين. انت قاعد هنا بتعمل ايه يا متولي؟ استنى اللي جاي. يعني هو امين لما هيجي مش هيعرف يدخل الدار؟ مش ده اللي انا مستنيه، انا مستني حاجة تانية. ايه اللي انت مستنيه يا متولي؟ انت بقالك ليلتين ما بتنامش، ما تقولي ايه اللي في دماغك؟ ساعة ولا 2 والخبر يملى البلد كلها. يا مصيبتي، وهتكون رميت روحك في باله، مش هتعرف تطلع منها. وبعدين معاكي بقى، خش الدار، سيبيني لوحدي دلوقتي، خشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج متولي مش كده؟ ايوه اتفضل. أنا جاي لك من عند سفروت، لسه كنت عنده من شوية في المركز. هو مخفي فاني داهية؟ حابسينه في المركز على ذمة هروبه من المراقبة، يمكن ياخد فيها 15 يوم. 15 يوم؟ بيقول لك الاتفاق ماشي، أول ما يطلع من الحبس تبقى الدنيا ضلمت والقمراية راحت. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الاتفاق اللي بيقول لك عليه الراجل ده؟ تتجسسي عليا؟ رد عليا يا متولي. كل شيء بأوان. ماني لازم اعرف كل حاجه. شوف انا مش هفضل زي الاطرش في الزف. الزفة بتاعت رضوان لسه ما جاتش، كلها كام يوم. كل شيء بأوانه. مساء الخير يا سيد الرجالة. اتأخرت ليه يا سفروت؟ استنيك بقالي ساعة. ما انت عارف ان انا متراقب وببات في المركز، واول الشاويش مغفل جيت على طول. خلاص افرجوا عن رضوان وانا جاهز. انا عايز الموضوع ده يخلص يا بكره يا بعده بالكتير. واجب. القتيل ابن متولي عيب، عيب لما طار واتأخر. مش الفكرة، انا عايز الحكاية دي تخلص قبل امين ما يوصل البلد، عشان لو عرف باللي حصل لاخوه مش هيسكت. كل اللي هتعوزه ماشي، بس المسألة عايزة حساب تاني. خلص الموضوع بكره ولا بعده، وكل الفلوس اللي انت عايزها هتاخدها.
فلوس ايه يا سيد الرجاله؟ هي الفلوس هتروح فين؟ ولا انت اصلا هتروح مني فين؟ واحوال البلد ايه؟ ابويا واخواتي ومرات ابويا. ساكته ليه؟ ولا حاجة. قوم يا اخويا، قوم ارتاح وغير هدومك يلا. ابويا جراله حاجه؟ ما تتكلمي. ابوك بخير والحمد لله. بس ابراهيم اخوك. ماله ابراهيم؟ البركة فيك يا ابو سامي، تعيش انت يا اخويا. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اتاري امي كان قلبها مقبوض. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الصبر الصبر يا أمه. اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ نار مشعلله في صدري. تقتله يا رضوان؟ ماله هو ومال الطار؟ ليه يابا ما قلتوليش؟ تستنوا عليا لحد ما ارجع واتفاجئ بحاجه زي دي. خفت عليك تاخدك الحمية، تسيب السعودية وتنزل تاخد بطار أخوك. استغفر الله العظيم. خدي يا ام امين، خدي كوبايه الليمون تروق دم. يعني قلبك عليا قوي. عذرك يا اختي، كان الله في عونك. اشرب يا حبيبة، انت بقالك يومين الزاد ما دخلش حنكك. سيبوني على راحتي، محدش يقول لي كلي ولا اشربي. لازم تتغذي ياما، انت ضعفانه وما تستحمليش كده. طب يا ريت يا ريت ما استحملش وربنا يريحني. اسمع يا امين، انت احسن حاجه تاخد امك وتقعدوا في طنطا مع الولاد. طول ما هي هنا ورايحه وجايه على المدافن مش هتهدى ابدا. خلاص ما بقتش طايقني يا متولي، واني مش قاعده في الدار. ابني راح وابوه راح من قبله، هقعد هنا لمين؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. خليك انت، انا هتكلم معاها. طول بالك عليها يابا، دي كانت عيانه في السعوديه وجات الحكايه دي كملت عليها. كفايه يا حبيبه، كفايه. عايز مني ايه يا متولي؟ هسيب لك الدار واسيب لك البلد كله. ابراهيم حرمتني منه وهو عايش، عايز تحرمني منه وهو ميت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بتدعي عليا يا ام امين، مش كفايه اللي انا فيه؟ أنا بدعي لك بالصبر، ربنا هو المسامح. اسمع يا ام امين، انا عايزك تاخدي امين وتسافروا طنطا علشان قلت لك حمشي يا متولي. هتقعدوا هناك 10 ايام بس وبعدين ترجعوا مع الولاد. انا بحاول اتفق مع الخواجه حليم يدي شقه الامين عنده عشان تبقوا مرتاحين. أنا مش هرجع البلد من أصله، هاجي المدافن أزور ابني وأروح من بره. فهميني بقى يا حبيبه، ابراهيم ضاع مننا،
مش عايزين نضيع امين كمان. بعد الشر. امين داني كان يبقى لي 100 سنه في التربه. انت عارفه ان امين بيعز اخوه قوي، خايف يشوف اللي قتل اخوه رايحين جايين قدامه في البلد، تاخده الحميه ما يمسكش نفسه وياخد وتاره. يا لهوي. ابني عامل انه جديد متماسك، لكن جواه بيغلي. عشان كده عايزه يبعد عن البلد شويه لغايه ما يحصل اللي انا مرتب له واخلص الحكايه. هي دي حكايه بتخلص؟ ازيك يا امو دلوقتي؟ ان شاء الله تسلم يا ضناي. انا عايز اتكلم معاك شويه يا امين. هقول لك على اللي في دماغي عشان ترتاح. بقى ترى اخوك انا هاخده. انا بعت جاموستين واتفقت مع واد من المطاريد يطخ رضوان وياخد كمان جنبه واحد من عيلة مسعود. ايه اللي بتقوله ده يابا؟ بس الايام دي كمرايا، والواد اللي من المطاريد طلب مني انها تكون ليله ضلمه عشان ما حدش يشوفه. يعني الحكايه هتاخد لها اسبوع كده ولا اكتر. عشان كده بقول تاخد امك وتسافر طنطا عشان لو حصل تحقيق رجلك ما تجيش في الموضوع. وانت متولي ما يحطولك. فيك الخير يا حبيبه. لسه خايفه عليا؟ ما تخافيش، انا مفيش حد هيمسك عليا حاجه. يابا الكلام كده ما ينفعش، احنا لازم نفكر بالهداوه. احنا مستعجلين على ايه؟ العمده عامل كل يوم والتاني جلسه عشان نجرى الفتحه على الصلح. انا باجي بتحجج بيك وبقول لما يجي ابني. عشان كده عايزك تسافر وما تحضرش الجلسه اللي هيعملوها دي. نسافر يا امين. بعد ما ناخد طرنا نحضر انا وانت جلسه الصلح ونوافقهم على اللي يطلبوه. يابا البلد كلها عرفت ان انا جيت، يقولوا ايه؟ بهرب منهم؟ انا لازم احضر الجلسه دي. هيحرجوك وهيخلوك تجرى الفتحه على الصلح. اسمع كلامي. ما تخافش عليا، انت بس سيب لي الموضوع ده وانا اعرف ازاي اخلص نفسي. ابنك اهو جه يا متولي وما عادش ليك عذر. والدية اللي هترضيكوا قد ايه؟ ورضوان مسعود ملزم بدفعها. ايوه يا عمده، ما قلناش لا، بس يبقى بالمعقول برضه. احنا اللي هنحدد الدية علشان ما حدش يستكترها ولا حد يستقلها. استنى انت يا شيخ جوده، نسمع الاول رأي متولي. قلت ايه يا متولي؟ اخو القتيل قاعد اهو يتكلم. يعني الموضوع ده سبتهولي خلاص يابا؟ اهو اخوك زي ما هو ابني. انت فاكر يا رضوان من كام سنه لما قعدنا قعده زي دي عشان نصالحكوا على عيله الشافعي؟ فاكر؟ وانا هفتكر ايه ولا ايه؟ ما احنا قعدنا قبل كده 100 مره. انا هفكرك. يوميها قلت لك ان الطار مش شرع ربنا، وجبت لك الدليل على كده. ايوه افتكرت. يوميها انت قلت لي لو كان القتيل ابوك ولا اخوك ما كنتش قلت الكلام ده وما كنتش سبت طاره. ايوه حصل، انا كنت حاضر. والنهارده اللي اتقتل اخويا وخدتوه من غير سبب. احنا عشان باجين عليكوا يا متولي هندفع دية ابراهيم وزي ما يحكموا بيه. واحنا مش عايزين دية، لا كتير ولا قليل.
امال عايزين ايه بس؟ انا بقول الصلح خير، وان الطار ده مش شرع ربنا. عايز تقول ايه يا مين؟ انت يابا مش خلاص سبت لي الموضوع ده؟ ايوه بس عايز تقول ايه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واحنا اخترنا العفو يا رضوان وجابلين الصلح. ايدي في ايدك يا رضوان، نقرا الفاتحه على كده. ما تقوم يا رضوان، مستني ايه؟ استغفر الله العظيم. يا اخوانا الفاتحه، نقرا الفاتحه. عشان نخلص من حكاية الطار دي من جذورها لازم نصالح الأول ولاد مسعود على ولاد الشافعي. وهو في كلام يتقال بعد كده؟ احنا غلطانين، وان كان لينا حق فاحنا مسامحين فيه. واحنا كمان زيكم وقبلكم. لو كنت عارف انك ناوي على كده ما كنتش خدتك معايا. انت زعلان مني يابا؟ كلام ما عدلوش فايده، احنا اتورطنا واللي كان. ايه الحكايه يا امين؟ ايه الحكايه يا متولي؟ ابنك يا ستي اتنازل عن الديه والطار وصالح اللي قتل اخوه. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. دي إرادة ربنا، وكل اللي يجيبه ربنا قابلينه وصابرين عليه. كفاية بقى يا أمين، أنا غلطان اللي صدرتك في حاجة زي دي. ليه بس يابا؟ كنت هاخد 2 من عائلة مسعود قدام أخوك واتفقت مع الواد منجد على كده، جيت أنت بوظت كل الحكاية. كده برضو يا أمين؟ هن عليك أخوك، هن عليك إبراهيم تضيعه وتبيعه من غير تمن. طب ده أنا خدت فيه تمن ما اندفعش قبل كده. كفاية بقى فلحسة وفلسفة. أنهي الأغلى يابا؟ أقتل قدام إبراهيم 10 ولا أحيي بداله 1000؟ كانوا هيروحوا في الطار واحد ورا التاني. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحكاية ما خلصت على كده. نستنى الأجر من ربنا ولا نطوع الشيطان وشهوة الغل والكره؟ ده ربنا بيقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإحنا اخترنا الأجر عند الله. ونعم بالله يا ضناي، ونعم بالله. عوضنا عليك يا رب، عوضنا عليك يا رب. بكرة إن شاء الله يما أخدك ونرجع طنطا. ولزومه إيه السفر؟
خليك قاعد معانا شويه، ما عادليش غيرك. ما انا حاجه ان شاء الله. هو يا ريت يابا تخلص لنا الشقه اللي في بنايه حليم، اهو برضه نيجي نقضي معاكم العيد الكبير ونقعد في البلد شويه. احاول، ولو انه راكب دماغه. حقه البلد قايمه ونايمه على اللي عمله امين الشعراوي. خليه ياخد له يومين يا اختي قبل ما يرجع السعوديه، كانت البلد مرتاحه من حسه. اهو برضه عمل له عمل، لم حكايه الطار بدل ما كل شويه واخده وراها قتيل. طب اتلم يا اختي انت رخرة احسن المك في شوال. يا اختي انت لسه واخد على خاطرك من امين الشعراوي؟ انا مالي به ياما، ربنا يسهل له. ليه كده يا ابني؟ ده انتوا اخوات واصحاب العمر كله وزمايل في معهد طنطا. الحمد لله مشي من المعهد، ده كان مولعه نار. وانت اللي طفيتها يا ابني. يا ابني خليها عليك شويه، ده قشره عمر. يعني هو بقى على قشره قعد على قد ما قعد في البلد، اللي ما جه يطل عليا ويقول فين زغلول عشره عمري. الحق بقى يا زغلول، انت اللي كان واجب تروح له تعزيه في اخوه ابراهيم. اهو ضيع دم اخوه هذا عشان يتمنظر بيه قدام الناس. يا ابني حرام عليك، ده في موت ابوك كان واقف جدع شهم كده وما سابكش لحظه واحده، واقف ياخد العزا معاك. الحق يتقال، هو يموت في الحاجات اللي فيها منظر عشان الناس تتكلم عليه. ده شايع في البلد قال ان هو اللي توب بدريه وخلاها تبيع الكازينو وتعمل بداله ملجأ ايتام. انا سمعت الكلام ده قبل كده، لكن ملناش دعوه، احنا نعمل اللي علينا وبس. ده ما يتمرش فيه ياما، وديته السعوديه اعاره عشان يلم له قرشين، بالك انت رجع يقول ايه؟ يقول لي ان انا عملت كده عشان ابعده من المعهد عشان المعهد يخلالي. طب نسيبنا بقى من اللي فات وفضها سيره عشان خاطري. يعني اعمل ايه بس ياما؟ اروح له لحد طنطا هناك ولا اعمل له تهنئه في الجرايد اهنيه بسلامه الوصول؟ لا تروح ولا تيجي، اهو فاضل على العيد جمعتين واكيد هيجي البلد. اول ما يجي تسبق انت وتروح تعيد عليه. الله 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 الله، ما تخبزي له يا اختي خبز الكحك واخدها في ايدي وانا رايح، ولا اقول لك اروح اطل عليه ومعايا دستة بسطه. ألف سلامة، ألف سلامة يا سعادة البيت. بقول لك إيه يا غفير، روح مع أهل أبو داوود، قول له العمدة بيقول لك اقفل فتحة المية أحسن يمين بالله أخرج له أرضه. حاضر يا عمدة. تشكر يا عمدة، ربنا يخليك لينا يا حضرة العمدة. يلا ده احنا عايشين بنفسك يا عمدة، هو احنا لينا مين غيره؟ هي الناس جرالها إيه؟ عمالة تاكل في بعضها. إحنا ما صدقنا نخلص من حكاية الطار، نلاقي كل جار شاهد في جاره، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا ريتها تقف على كده يا عمده. ربنا يحوش بقى اللي جاي. وايه اللي جاي بقى يا شكوده؟ اللي هيحصل في العيد الكبير يا عمده. الله، انت ما جالكش خبر ولا ايه؟ خبر ايه؟ اصل العيد الكبير بتاعنا هيوافق عيد العذراء بتاع اخواننا القباط. الاتنين في يوم واحد؟ انا عارف ان عيدنا قبل عيدهم بيوم. العيد بتاعنا يوم الحد، والسعودية شافت الرؤي وزعوا الكلام ده. يعني الناس تطلع من صلاة العيد الكبير عيد كده يلاقوا المطران والقسيس بيعملوا القداس بتاعهم. عموما هي جت كده، انا في ايدي ايه اعمله؟ احنا بلدنا طول عمرها يد واحدة، لا حد بيقول قبطي ولا مسلم. طيب ما نخلينا يا عمده في الأسلم أحسن. العيد بتاعنا يوم الحد، خلاص يبقى يوم الحد. هم بقى تاني يوم ولا تالت يوم يعملوا القداس بتاعهم. وده كلام برضه يا شجودة، كده يبقى احنا بقى بنستفزهم. أنا قلت لك اللي عندي، وأنت عمدة البلد والمسؤول الأول عنه. عموما أنا هبلغ المديرية بالكلام ده واخليهم يجهزوا قوات تبقى مستعده للتدخل لو حصل حاجه. يعني يا عمده نسيب النار لحد ما تولع وبعدين نطفيه. عموما هقعد مع اخواننا الاقباط ونشوف ايه اللي ممكن نعمله.
يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مرحبا يا شيخ جوده. الله يبارك فيك. منور يا سيدي، الله اتفضل. يخليك، اهلا وسهلا. لازم جيت تصلي في السيد البدوي، قلت افوت على الحبايب. يا شيخ امين، انا ما بصليش في جوامع فيها اضرحه. لسه برضو اللي في دماغك زي ما هو؟ البدع دي هي اللي ضيعت الاسلام وخلته في الارض بره وجوه. يا سيدي ما احنا قلنا انها مش بدع واتكلمنا في الحكايه دي كتير. عموما انا النهارده مش جاي علشان اتكلم في الموضوع ده، انا جاي اتكلم في موضوع تاني خالص، وعارف انك مش هتخالفني فيه. خير يا شيخ جودة ان شاء الله. اخواننا الاقباط اللي في البلد عاوزين يعملوا القداس بتاعهم يوم العيد بتاعنا. ايوه، ما هو العيد بتاعنا موافق يوم عيد العذراء اللي بيحتفلوا بيه كل سنه. ايوه بس السنه دي موسعين الحكايه قوي، ده داعيين مطران المنصوره، والخواجه حليم عامل صوان كبير قوي وعزم الاقباط اللي في العب كله. يعني عاملين الصوان يوم العيد الكبير؟ ايوه، الخواجه حليم ده قصدها، ده ميه من تحت تبني. انا مش عايز اوقعك معاه علشان مرضاش يأجر لك شقه من الشقق الفاضيه اللي عنده. ابوك يقول له خد الايجار اللي انت عايزه، يقول له لا، انا شايل الشقه دي علشان ولادي. ده موضوع تاني يا شيخ جودة، كل واحد حر في ملكه يا سيدي. خلاص بلاش الحكايه دي. دلوقتي انا كلمت العمده علشان يأجلوا الاحتفال بتاعهم لحد ما يخلص العيد بتاعنا. ورأيه كان ايه؟ مرضاش، اصل العمده ده بتاع الحكومه، لا يهمه اسلام ولا غير اسلام، والحكومه مش عايزه وجع دماغ. لكن انت بقى راجل عارف ربنا وتخاف على دينك. وايه اللي عايزنا نعمله؟ دلوقتي هم اتفقوا انهم يعملوا صوان للإقباط وللمسلمين، ويقوموا الأسس واحد ورا التاني يقولوا المواعظ بتاعتهم، وعشان يداروا على العملية هيسيبوا واحد ولا اتنين من المسلمين عشان يتكلموا. برضه ما قلتليش اللي عايزنا نعمله. تقوم انت بعد ما يخلصوا وتشرح الإسلام على أصوله وتقول الكلام اللي هو. يعني ايه؟ نعملها خناقة؟ لا، خناقة لما يكون اللي هيتكلم غشيم، لكن انت ما شاء الله تقول اللي لازم ينقال من غير ما حد يمسك عليك حاجة. انا هحضر الاحتفال ان شاء الله واقول اللي يرضي ربنا.
الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. سووا الصفوف، فتسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم كل سنة وانتم طيبين. يقول لنا الكتاب المقدس: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. أكرر تهنئتي للإخوة المسلمين بعيدهم، وأختتم كلمتي بشكر الأنبا مطران المنصورة الذي جاء إلى دقادوس بشيرا بالخير والبركة. ونستمع الآن إلى كلمة الإخوة المسلمين، ويقدمها لنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. كل عام وأنتم بخير. طيب يا أستاذ، اتفضل. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. اليوم حل بأرضنا عيدان، عيد لنا وزيارة المطران. شاءت إرادة المولى عز وجل أن يجيء عيدنا الأكبر، عيد الأضحى المبارك، مع عيد العذراء مريم عليها السلام، التي قال الله عنها في كتابه الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقد حدد لنا القرآن الكريم صلتنا بأهل الكتاب، فقال جل شأنه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقد أوصانا بإخوتنا الأقباط فقال لنا: سيفتح الله لكم بعدي مصر فاستوصوا بأقباطها خيرا فإن لكم فيهم ذمة وصهرة، وذلك إشارة إلى مارية القبطية هدية المقوقس التي تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن مساحة الاتفاق بيننا وبين إخواننا المسيحيين كبيرة، فنحن وإياهم نعبد إلها واحدا ونؤمن بالبعث والحساب ونطلب الفضائل وكريم الأخلاق. كذلك فإن الظروف الحالية تحتم علينا أن نتعاون معا لنواجه دعاوى الإلحاد والتحلل التي تجيء إلينا تحت مسميات مختلفة: الشيوعية والاشتراكية والعلمانية، لتخرجنا جميعا من حظيرة الإيمان بالله إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. هذه يدنا في يدكم، نتحد ونتعاون لنتصدى لهؤلاء الذين يجاهرون بالكفر ويقولون إن الدين أفيون الشعوب. الله أكبر. الله أكبر. حمى الله وحدتنا الوطنية وحمانا من هؤلاء الذين يتربصون بنا بالقصد أو الجهل. وكل عام وأنتم بخير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. كلامك كان حلو جوي، أنا كنت واقفة وسامعة من بعيد، بس الناس ما كانتش فاهمة. ليه ياما؟ كل شوية يقولوا قاعد قاعد. جرالك يا ام امين، هتفضلي الامتى على نياتك؟ ده من حلاوة الكلام عايزين نسمعه تاني. ايه؟ يعني الناس يابا ارتاحت؟ أقباط ومسلمين. هو اللي كان قاعد ملوي الشيخ جودة. الشيخ جودة مش فاهم الدين كما يجب، حافظ القرآن لكن مش فاهمه. ده ربنا بيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وبيقول في آية تانية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ده شاطط في كل حاجة، ده مكفر الأقباط والمسلمين مع بعض. أنا والله مندهش، من هذا الذي يملك الحق لتكفير الناس؟ ده مين ده اللي هيجي لنا دلوقتي؟ ده احنا باجينا نص الليل. حاضر حاضر. السلام عليكم. أني داخلة جوه. أهلا خواجة حليم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل أهلاً اتفضل. بيك، الله يخليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا شيخ أهلاً متولي. وسهلاً. أهلا وسهلا. أنا عارف إن الوقت متأخر، لكن أعمل إيه يا شيخ متولي؟ ما قدرتش أستنى لغاية النهار ما يطلع. خير يا خواجة حليم؟ في حاجة ما عجبتكش في كلامي النهاردة؟ لا، أنا جاي في موضوع تاني. أنت يا شيخ متولي كم مرة طلبت مني شقة في البناية بتاعتي الأمين، وقلت إنك شايلهم لولادك. أنا فعلا شايلهم لولادي، بنيامين وجرجس ومرجس وأمين الشعراوي، وادي يا سيدي العقد بتاع أمين. سايبه يختار الشقة اللي تعجبه ويحط الأجرة اللي تناسبه. احنا بس مش عايزين نتعبك وتعمل حاجة مش مرتاح لها.
انا حكون مرتاح لما امين الشعراوي يسكن مع اخواته في البنايه دي. راجعوا السفارة السعودية بالقاهرة للأهمية. جه امتى التلغراف دي؟ امبارح. لو ما كنتش جيت النهارده كنت هوديهولك البلد. عايزينك في ايه يا شيخ امين؟ الله أعلم. أنا على العموم نازل مصر يومين 3 كده، عندي شوية مشاوير مهمة. مشاوير ايه بقى؟ ما تقعد شويه مع عيالك. عايز أزور أهل البيت ياما، وبالمرة أعدي على دار الأيتام اللي عاملاها بدرية. ابنها إسلام عدى عليا وحلفني أزورها، واتفقنا نتقابل هناك بكرة إن شاء الله. يعني حاجه مهمه قوي يا شيخ امين. بدرية ربنا هداها والحمد لله، بعد ما كانت غرقانة في الذنب ومحتاجة اللي يقويها ويشجعها. ايه مالكم؟ مفيش حاجة يابا. لا في. هو انا مش عارف ولادي؟ في ايه يا نبوي؟ هقول ايه بس يا شيخ امين؟ قولي اللي مزعلكم. ما هو يا شيخ امين انت بقالك 9 شهور غايبه عننا في السعوديه، وجيت اجازه 2 ولا 3 ورجع تاني باذن الله. ومالها دي؟ يعني من يوم ما جيت وفات شهر وشويه وما حتى ما قعدتش مع العيال ليله على بعضها. ما هي الظروف جت كده. الله، حاجات الطار اللي في البلد، وبعدين عيد العذراء اللي بيحتفلوا بيه، حاجات كلها مهمة. عندك حق يابا، احنا بس اللي مش فاهمين. الأصول يا أمين يا ابني إنك تقعد شوية مع مراتك وعيالك، ولا أني غلطانة؟ عندك حق ياما، هو ده الصح. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول خيركم خيركم لأهله. ما انت سبتنا في العيد يابا ورجعت من البلد عايز تسافر مصر. ما تزعلش مننا يابا، اصل احنا كلنا بنحبك وعايزينك تفضل معانا. أنا ما ازعلش من الحق، وانتوا عندكم حق. إن شاء الله بعد ما أرجع من مصر. طب ما تاخدنا معاك مصر، ننزل في اللوكاندا اللي هتقعد فيها ونتفسح هناك يومين. يا ريت، ما عنديش مانع. وبعد كده نرجع على دقدوس. دلوقتي بقى عندنا مطرح واسع في بيت الخواجه حليم، يعني هنقعد مرتاحين. نعمل ايه بس في البلد يا عبد الرحيم؟ انا ما اقدرش اسيب المعهد في طنطا، فيه اساتذه عايز اشوفهم، وكمان فيه مكتبه عاوز اطالع فيها. وانت يا ام سامي عايزه تروحي فين؟ اني اي حته تكون انت فيها، زي ما تكون يا ابو سامي. ربنا يبارك لي فيك يا ام سامي. على العموم انا لسه فاضل لي من الاجازه 40 يوم، نقسمهم، نقعد شويه في البلد وشويه في مصر. قلتوا ايه يا اولاد؟ المهم تكون معانا في كل حته. دول اللي بقيوا بعد ما دفعت القسط. ان شاء الله اتصف نظري لو باخد انا مش مليم. مخوناك يا رطب. الله، انت بس اللي قلت يعني الكازينو دي هتجيب فلوس تتعبى في زكايب، وهو ما بيجيبش. ما هو بيجيب يا بدريه، بس اللي بيطول حاجه يا اختي بياخدها. لا بقى، انا كمان ما ينفعنيش الكلام ده. انا عندي مصاريف دار الايتام اللي فاتحاها، ودي مش بتاخد شويه. ما انت مديه كل اهتمامك لدار الايتام وسايبه الكازينو. ده هم يومين في الاسبوع اللي بروحهم، الاثنين والخميس اللي فيهم الدرس. خلاص ادي زيهم يومين للكازينو. يا بدريه، يا بدريه، انا امي وحشتني بقالي كتير قوي ما شفتهاش، نفسي اروح لها. ولما انا وانتي بقى نسيب الكازينو يتخرب ان شاء الله. حاضر، هبقى اعدي مره ولا 2 وامري لله. طب ما تيجي الليله دي على الاقل كده اعرفك الشغل ماشي ازاي. لا، النهارده الاثنين هروح الدار، يمكن اسلام يعدي عليا، ده بقاله مده طويله قوي ما جاش. خلاص بعد ما تخلصي دار الايتام عدي على الكازينو. يا اهلا وسهلا يا شيخ امين، نورتنا. ده احنا زرنا النبي النهارده عليه الصلاة والسلام. ها استأذن انا. استنى بس يا شيخ امين، امي اكيد زمانها جايه دلوقتي. معلش يا اسلام يا ابني، ورايا مشوار عايز الحقه. انا كنت عايزك تقابلها، عايزك كده تشجعها بكلمتين،
اصل انت مامك كبير قوي عندها. لما تيجي قول لها عم امين بيقول لك شد حيلك وعلى بركه الله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ امين يا الف اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست بدريه. يعلم الله فرحت لك قد ايه. ادعي انت بس يا شيخ امين. ربنا يقويك على الشيطان. حاكم الشيطان ما فيش حاجه تغيظه قد ما واحد يخرج من حزبه ويتجه لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماني في الاول طويعته، لكن دلوقتي باذن الله ربنا هيقويني عليه. ما هو في الاول ما كانش عايز منك حاجه، عشان كده ما كانش رامي تقله عليكي. هوى النفس كان غنيه عنك، انما دلوقتي لا، عشان الايمان دخل قلبك. الحمد لله. ما تخافش عليا. اني بس قلقانه من اللي فات. عفى الله عما سلف. ربنا سبحانه تواب رحيم، بس المهم التوبه النصوح، ومن عاد فينتقم الله منه. صح يا عم الشيخ، ومن عاد فينتقم الله منه. ربنا يقويكي ويثبتك. سلام عليكم. لا رايح فين؟ ده انت النهارده هتتغدى معانا. معلش، عايز الحق سفاره السعوديه قبل ما تقفل. انا جبت لك شويه مصاحف كده عشان الولاد، ولو احتجتي اي حاجه سواء كنت في مصر او السعوديه اطلبيها. روحي لفاطمه بنتي مش هتتاخر عنك، و ده مبلغ صغير كده عشان يساعد في المصاريف. سلام عليكم. مع الف سلامه. انست ونورت يا عم الشيخ. ربنا يزيدك من نعيمه يا رب. كده بقى خلصت مشوارك عشان تفضلنا. احنا بكره عايزين ناخد الترولي من اول محطه لاخر محطه نتفرج على مصر كلها. انا هروح المكتبه اللي في الازهر، في كتاب عايز ادور عليه. لا احنا بكره نروح جنينه الحيوانات. ايه رايك يابا؟ بقول لك ايه يا سامي، الله يسعدك يا ابني، تاخدني معاك كده وانت رايح الازهر ازور سيدنا الحسين واقعد اصلي هناك، ولما تخلص تيجي تاخدني. ان شاء الله ياما. احنا كده كل واحد فينا هيبقى في ناحيه. ايه رايك يابا؟ حدد لنا نروح فين. انتوا اللي تحددوا. انا مش هكون في مصر بكره ان شاء الله، مسافر لندن. لندن؟ تعمل ايه في لندن يابا؟ قبل ما اجي اتفقوا معايا في السعوديه على برنامج ندوات للمسلمين في اوروبا. وهي الندوات دي يابا ما ينفعش تبقى غير في اجازه الصيف يعني؟ ما هو ما ينفعش بعد ما تبتدي الدراسه اسيب الكليه واسافر. ما تاكلوا يا اولاد بعدين نتكلم، الاكل هيبرد. ماليش نفس. ولا انا. وانا شبعت. اهدي اهدي. والله عال قوي. انتوا فاهمين انكم بالشكل ده هتمشوا كلامكم عليا؟ لا يا اخويا، وهم يقدروا؟ لا عيب يا اولاد، ما تقوموا تاكلوا. لا ما يجوش، انا اللي مش هاكل معاهم. يلا يلا امشوا على اوضتكم. اهلا يا رطب. مالك يا بدرية؟ مال عينك يا اختي؟ ساعة ما رجعت من دار الايتام ما بطلتش عياط. هو اسلام كان هنا؟ ايوه. انتوا اتخانقتوا سوا؟ اتخانقت مع روحي، الاتنين جوايا كل واحد بيشد في ناحيه. ما تسيبيهم يقطعوا ببعض، ما ينوب المخلص غير تقطيع هدوم. قومي قومي بلا وجع قلب، اغسلي وشك كده وحطي حبه مكياج وتعالي نروح الكازينو ونفرفش. الكازينو ده انا مش هروحه خالص. ليه يا بدرية؟ ما انتي موعداني نروح النهارده. هو اهدي، الصبح اروح دار الايتام احفظهم قران وبالليل اروح كازينو.
يا اختي قالوا في المثل ساعة لربك وساعة لقلبك. أنا بقى مش قادرة على كده، يا دي يا دي، أنا هقفل حاجة فيهم. إذا كان بقى حتما ولا بد إن حاجة تتقفل فتبقى دار الأيتام، لأن الكازينو هو اللي بيصرف عليها. أنت اللي مرطاني في الحرام دي، أنت اللي بتزقني على النار، كل ما انوي التوبة تشدني بعيد عنها. أنا يا بدرية؟ أنا السبب؟ صحيح، آخرة خدمة الغز علقة. أيوة، كل ما أجي أفوق لروحي ألاقيكي ورايا. لا وراكي ولا قدامك، مفاتيح الخزنة والمخزن اهم، مالك وانت حرة فيه. طب انت رايحة فين؟ راح على ابو جعور عند امي، يمكن ربنا يتوب عليا انا كمان. يعني ايه هتسيبيني غرقانة لوحدي؟ هو الكازينو دي انا بفهم حاجة فيه؟ عجايب، مش انا يا اختي اللي مغرقاكي؟ هسيبك تقبي شوية. مش بالطريقة دي، الحكاية ما تجيش مرة واحدة. خلاص ما تعملينيش حجتك وتقولي روطة. سكي، خلي المفاتيح معاكي اما نشوف اخرتها ايه. فيها مغريات ومفاسد بتهدد اسلامهم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله، يا رب اهديهم واصلح حالهم واحفظهم يا رب. بلاد ما بيسمعوش فيها اذان، ما بيسمعوش فيها قرآن، والاسلام بيتهاجم بكل الطرق، وبيسمعوا اباطيل وافتراءات على الله وعلى سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يا رب. الولاد اللي في المجتمعات دي مسلمين بالبطاقة بس، لا بيصلوا ولا بيصوموا، وجيل ورا جيل هيضيع منهم اسلامهم. كل واحد بيشيل ذنبه يابا. لا، احنا كمان هنشيل الذنب معاهم، لاننا قصرنا في حقهم. لازم نحصنهم ونوعيهم عشان يعرفوا صحيح دينهم. خلاص يابا سافر، ما دام عايز تسافر سافر. انا مش عايزكم تقولوا لا عشان ما تشيلوش وزر، وعايزكم تقولوا عشان تاخدوا الاجر معايا. خلاص يابا احنا موافقين، ولو ان بعدك عننا يعني بيبقى صعب. الاجر يا فاطمه على قدر المشقه. ولاد الشعراوي لازم يدوا عشان يشرفوا ابوهم. احنا اللي نتشرف بيك يابا، ده كل واحد يعرف اننا ولادك بيبقى مش عارف يعمل لنا ايه. يعني خلاص موافقين على السفر؟ انا بصراحه عايز حد فيكم يقول لا، انا متلكك. لا يا ابو سام، اوعى، ان ما كنتش انت يا اخويا تفهمهم وتوعيهم كده على دينهم، مين بقى هيفهمهم؟ لا، ده انت تروح وربنا معاك ويجعل لك في كل خطوه سلامه يا رب. الله يبارك لك يا ام سامي، وهي كلها شهرين ان شاء الله، وستكم قاعده معاكم لغايه ما ارجع واخدها معايا السعوديه. مش عايز اوصيكوا عليها. ودي عايزه كلام؟ بتوصيني على امي؟ طب دي اغلى من امي كمان، ربنا يعلم بحبها قد ايه. دي مش عايزه توصيه ابدا، دي في عينيا الاتنين. في الميراث ضعف ما يعطيه للمرأة، هذا معناه أن الإسلام ضد المرأة. دعني أنتهي من الرد كاملا ثم تتولى الترجمة بعد ذلك. أوجب الإسلام على الرجل الإنفاق على المرأة، فأبوها يتولى الإنفاق عليها قبل الزواج، وبعد الزواج يتولى زوجها الإنفاق عليها. لذلك فمن العدل أن يجعل الإسلام للرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث. أما المرأة فقد رعاها الإسلام بأن جعل لها نصيبا يكفيها إذا ما حرمتها الظروف من رجل يتولى الإنفاق عليها. تفضل. The man in Islam who is the responsible to spend, not the woman. So Islam gives the man double the woman. The Muslim man can marry Christian woman. Why Christian man cannot marry Muslim woman? يستطيع المسلم أن يتزوج مسيحية، ولا يستطيع المسيحي أن يتزوج مسلمة، فلماذا هذا التمييز؟